السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل عدس، حاجه اكله شعبيه. تمام. عدس وبتنجان مخلل. الواحد قرف من اللحوم والكلام ده كله، وفي نفس الوقت بردك على فكره العدس ده فيه بردك فيتامينات كتير، وفي اكل وفي حاجات كتيره يعني. فلا مش وحش، داخله كميه خضار هتشوفوها دلوقتي معايا. انا معرفش الناس يعني. انا دلوقتي هعمل معاكم العدس. تمام. هتشوفوا المقادير اللي انا هحطها وجربوها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، والله صدقوني هتعجبكم. انا دلوقتي عندي ربع كيلو عدس غسلاه ومصفياه اهوت، وكنت حاطاه في البوله. تمام. وعندي هنا بطاطسايه واقطعها كده مكعبات عشوائيه، هي كده كده كل ده هيتهري. وعندي كوسه، الكوسه الكبيره دي احلى من الكوسه الصغيره. ليه بقى؟ لانها بتبقى معسله من جوه، وفي نفس الوقت الكوسه ما بتعملش حموضه على الصدر. لما تاكلي العدس في اي وقت حابه تاكلي فيه العدس ما بيعملش حموضه على الصدر خالص. جربوا الطريقه دي والله العظيم هتعجبكم، ويعني مغذيه لكل اطفالكم والكبير والصغير. ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. القناه ما بتكبرش الا بيكم وليكم. كل اللي بيحب ايمي مش هيخرج. بصوا الجزر عمال يطير مني. ايمي بتحبكم. تمام، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. واللي بيخش لي على اللايف بتمنى ان هو يعمل لي شير واشتراك كبير في القناه. تاخدوا جوله في صفحتي هيعجبكم والله. كل ان شاء الله الحاجات اللي انا بعملها، الوصفات اللي انا بعملها، لو في اي حاجه ابعتوها لي وقولوا لي ان مثلا في حاجه انت غلطانه فيها، برضك اخد رايكم وتاخدوا رايي كده. بصلايه، انا حطيت دلوقتي جزرايه كبيره، وادي بصلايه، حطيت 2 كوسه. تمام. محطش اي حاجه تانية غير كده. وادي الجزرايه التانية. الجزر بتخليه معسل اهو. وعايزه اقول لكم على حاجه تانية. اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. خش على اليوتيوب، خدوا جوله في اليوتيوب، هيعجبكم كل حاجه في اليوتيوب عندي باذن الله. وهحط هنا انا قطعت طماطمتين اهمت، ودي التالتة اهيت. لا طماطم صغنونه مش كبيره قوي. تمام. وهحط هنا الميه. تمام اهيت. وهحط تاني عندي هنا معلقه توم، نص يعني معلقه توم بتاعت الشاي او نص معلقه من الكبيره. تمام. وكمون ومكعب مرق. كل المكونات دي هنزل فيها كلها كده مع بعضها، كل نازله فيها على البارد. لسه ما نزلتش حاجه لسه على البوتاجاز خالص، ولا رفعت اي حاجه على النار. تمام. هتحط كل الحاجات دي بقى على النار تستوي. وبعد ما تستوي هنشوف هنعمل فيه ايه. هتعمل له حته طشه، وهنعمل مشطشطه، وهنعمل بتنجان مخلل وجرجير. وبصوا بقى الدنيا هايصه. انا بالنسبه لي العدس ده يوم عالمي. بصوا بقى هنا احنا هنعمل بتنجان، لا هقليه في زيت ولا هسلقه. تمام. انا هعمله بطريقه معاكم في الفرن حلوه وهتعجبكم وخفيف جدا. عندي هنا يا دوبك هاتم بس الفرشه، دهنه زيت في الصينيه كده اهي، ما احطش اكتر من دهنه زيت. تمام. وهاجي جايبه البتنجان فتحاه كده يا دوب كده، مش هفتح اكتر من كده. الطريقه دي كده بس. تمام اهو. عايزه تحطي معاه فلفل يتشوي معاها يبقى جميل. هحط دلوقتي فلفل، تصدقوا بقى الليمونه وقعت. ولا تقلي في الزيت وتطرطشي ولا المسلوق ده. انا في ناس بتحبه بس انا مش عارفه، بحس ان هو بيبقى تقيل بالنسبه لي انا. في ناس بتحبه بصراحه، لكن انا بالنسبه لي بصراحه ماليش عليه، ماليش تقل عليه قوي. يعني انا عندي في البيت بيعشقوا البتنجان اللي هو ده. هجيب بقى معاكم فلفل كمان. بصوا وجبت كمان فلفل رومي اهو. ممكن اقطع الواحده نصين كده اهيت. وفلفل من الاحمر ده، يعني ممكن تحط 2 بس كده. كل ده هيتشوي معاكم في الفرن كده، ولا نقلي في زيت ولا نعمل حاجه. تمام. هاجي جايه بقى فرشه الزيت دي كده اهو.
شغال. بصوا الحبة الزيت انا كنت حطاهم يا دوبك ده مسكت ده دهنته كله اهوت. هدخله 10 دقايق في الفرن، وهقول لكم بعد ال10 دقايق عمال انا بكون عملت الدقه بتاعته يكون هو خد حوالي 10 دقايق البتنجان بس يدبل عشان اعرف افتحه من النص واعرف احط فيه الدقه، وهكمل تسويته في الفرن تاني. هنا بقى هعمل معاكم الدقه اهي. هنجيب كمان فلفل رومي اهو، اقطعهم عشوائي كده. وعندي هنا هريسه شطه انا فرموها، هبقى اعملها مره معاكم على القناه. هاخد معلقه من الكبيره واحط قرن فلفل اخضر اللي هو الحار ده اختياري. كزبره ناشفه حوالي معلقه من بتاعه الشاي، سيبكم المعلقه دي، المعلقه دي بتاعه البهارات عندي. نحط ملح بردك، الملح بقى حسب رغبتكم انتم. نحط كمون طبعا برضه اهو معلقه محترمه تمام. وهجيب بقى الخل، شويه خل حوالي اقل من يعني هنقول 3 معالق خل تمام. هضرب كل الكلام ده ببعضه وهنزل بالجزرايه هخليها في الاخر. هضرب كل الكلام ده ببعضه وهرجع لكم. الدقه اهي عملتها، عايزه اقول لكم الدقه ريحتها خطيره، ريحتها جميله جدا. ماشي اهوت. انا هنزلها كلها بلمها كلها بس في الطبق. نازله بقى بالجزر عليها كده، وهقلب بقى كل الكلام ده. هروح بقى اجيب الصينيه من الفرن. قبل ما عملت الدقه كنت مدخله صينيه البتنجان في الفرن. هي كده ما استوتش طبعا، بس انا عشان احط لها الدقه عشان تبقى، هقول لكم ايه الفكره ان انا عملت كده عشان البتنجانه تبقى طريه شويه، اما اجي افتحها تتفتح معايا بسهوله، عن ما هتشقيها وهي ناشفه وتيجي تحشيها هتيجي مكسوره معاكي، لكن كده بالطريقه دي مش هتتكسر معاكي تمام. بصوا بقى اهو، طبعا هو لسه ما استواش تمام. هنيجي فاتحه كده، اجيب بالشوكه كده الواحده بوحدتها عشان هو سخن، فانا مش عارفه امسكه بصراحه، بس انا هحاول عشان انجز وقت. فانا هفتحه بقى كله بالطريقه دي عشان سخن بس على ايدي، هفتحه كله بالطريقه. خلاص كده انا كده فتحته زي ما وريتكم اهوت. هاجي نازله بقى كده بالطريقه دي المعلقه. خدي معلقه الشاي احسن لك. ليه؟ معلقه الشاي بتديكي نفس المقاس كله في كل بتنجانيه. عايزه اقول لكم والله ريحته جميله، والدقه ريحتها جميله جدا. خلاص كده انا حطيت الدقه عليها اهي. هاخدها بقى بحالها زي ما هي كده، ادخلها الفرن ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن، ونرجع وبعد كده نشوف العدس هنعمل فيه ايه. خلاص كده انا خرجته من الفرن. بصوا استوى خالص ازاي، بصوا بس والله عشان هو سخن انا مش عارفه امسكه، بس بصوا بقت عامله زي الزبده ازاي. بصوا البتنجانيه بقت عامله زي الزبده ازاي. بصوا انا دلوقتي بقى هعمل ايه، هاخد الدقه المتبقيه معايا احط عليها قيمه معلقه خل، معلقه واحده ماشي، وحوالي نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه تمام. وهعمل كده. هاجي جايبه بقى علبه بلاستيك هو سخن كده، وهاجي شايله كده بص كده كله في العلبه. بصوا الفلفل متحمر ازاي، سخن قوي. بصوا ولا تقلي في زيت ولا تسلقي في ميه ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم طعمه والله العظيم جميل جدا. خلي الفلفل احطه على الوش، ما بياخدش ربع ساعه. انتي بس كل المهم انك تشغلي عليه فوق وتحت. لو فرن البوتاجاز طبعا هتشغلي عليه وتهدي. انا عشان عندي فرن كهرباء كنت مشغله عليه فوق وتحت. اول ما بصيت لقيته دخل في السوا
بيترفع بقى تحت الشوايه وبيتحط كده. انت عماله تقولي نزلي الدقه دي، فانا مش هزعلها. هاخد طول الخلطه دي احطها كده في الصينيه، وهاجي جايبه، بس امسك الماسك، الصينيه دافيه يعني، فمش مشكله الدقه تبقى دقه سخنه، مش مشكله يعني، الميه قصدي تبقى دافيه مش مشكله. انا كنت جايباها ميه من الحنفيه عاديه خالص. هنزل بكل البهاريز دي كده اهي. بصوا بقى، بتحطيها بقى في التلاجة كده، كل لما تعوزي تاكلي منها بقى فله معاكي، لا زيت كتير ولا وجع قلب ولا حرقان على الصدر ولا اي حاجه خالص. اهي هي كلها بقى هتاخد وتدب بعضها، طعمها خطير. كده احنا خلصنا حشوه البتنجان، خليها بقى تسقح شويه في التلاجة. اهي العدس خلاص طفيت عليه اهوت، وهسيبه يهدى بس قبل ما اعمل الوصفه الثالثه معاكم. تمام. وبعد كده هضربه بالهاند بلندر. اللي عندهاش هاند بلندر هتحطه في الخلاط، تسيبه لما يهدى خالص عشان ما يضربش في وشك ولا ايه ولا يبوظ لك الخلاط بتاعك. تمام. انا هوطي بقى النار هنا كده اهي. حاجه اسمها شطيطه، ايا كان بقى انتوا بتقولوا عليها ايه، شطه بطماطم، شطيطه، انا اللي اعرفه ان هي اسمها شطيطه. حبه زيت صغننين خالص كده بتاعتنا، الطاسه بتاعتنا كده. وهاجي جايبه الطماطم. بصوا انا بقطعها قدامكم، لو انت عايزه تسيبي الصينيه بره النار وبعدين تبقي تحطيها براحتك، انا عشان شغاله بسرعه وموطيه خالص شمعه. تمام. اهو قطعت حوالي، انت بقى حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا قطعت حوالي 4 طماطمات صغننين، وهحط لها فلفل اخضر اللي هو الفلفل الرومي. تمام اهو، علشان برضك ايه، انا عامله البتنجان حراق، فانا مش عايزه يبقى كله حراق، فانا هحط برضك ايه اوردها شويه دي. انا بعمل كل حاجه قدامكم علشان ده الفلفل ده لسه هاخد ده بس اهو. انا غيرت ده عشان ده لقيته قلبه اسود من جوه، فما كنتش احطه. تمام اهو. انت عايزه فلفل اخضر هحط لها، بتعشق حاجه اسمها حراق، لكن اخوها ما بيحبش الحراق ولا جوزي. وعندي حته تومه، ما كترتش برضه في التوم عشان انا التوم ده بحس ان بيعمل انتفاخ في البطن. وحطيت حته تومه كمان اهي، يعني يعتبر كده نص معلقه من الكبيره. تمام. هحط بقى عليها شويه كمون صغننين خالص اهو، وشويه ملح، شويه ملح صغننين على حسب رغبتكم انتوا. نجيب بقى معلقه واقلب بقى تحتيها النار. تمام. اسيبها تاخد وتدي بقى مع نفسها. شكرا كده للتحيه، مش هحط لها اي حاجه تانية، اسيبها بقى مع نفسها. بس هغطي عليها لغايه بس ايه ما الطماطم تستوي معايا كده شويه، ولا حطيت لها ميه ولا حطيت لها حاجه. هغطي عليها بقى خالص كده، شمعة على العين الصغيره اهوت، حته فلفلايه وعليها صوره. هغطي بقى عليها خالص وايه، وحط على غطا. انا هنا صفيت العدس اهوت، ضربته بالهاند بلندر وجيت غسلت الحله واديني صفيته. لازم تصفيه عشان بيبقى فيه قطع طماطم، اللي هي حاجات كده من الطماطم ومن الكوسه والحاجه دي، هوريها لكم دلوقتي. بصوا زي حاجات زي كده. تمام. فلازم تصفيها خلاص. هنا بقى نشوف البتاعه دي كده، بس دي خلاص كده خلصت معايا اهي، الشبكه دي كده خلصت خلاص. تمام. هاخدها بقى اركنها على جنب.
وهولع البوتاجاز. هطفي بس على دي، هولع بقى هنا دي كده. تعالوا بقى نعمل ايه؟ نعمل الطشه بتاعه العدس. اوكي، عندي هنا بقى في الكبه حطيت بصلايه اهيت كده، واحط قرن فلفل. انا لغايه دلوقتي العدس ما حطيتش عليه لا ملح ولا حطيت عليه اي حاجه. تمسك دول تضربهم كده في الكبه، او عايزه تخرطهم على ايدك براحتك، بس انا عشان ايدي والله الدكتور منعني ان انا اعمل بيها حاجه. خلاص هنا انا فرمت البصلايه مع الثوم. هحط بقى مكعب زبده، انا حطيت هنا حوالي 3 معالق زيت، وهحط مكعب زبده. تمام. وعندي العدس اهوت على النار بيغلي قصادي. انا هعمله شوربه عدس. انا قبل كده مصوره معاكم عدس الغموس. تمام. برضك على القناه. انا بصوا هنا بقى انا وطيت، وهنزل هم حبه الكزبره اللي باقيين حوالي نص معلقه بتاعه الشاي او معلقه ممسوحه. تمام. ما تحمريش البصله قوي علشان خاطر ما تعملكيش حلوه على صدرك، وعشان ما تمرركيش الطبخه بتاعتك. تمام. انا دوبك بصوا اللون بتاع البصله، حطيت الكزبره، ريحه بس الكزبره تطلع مع البصله. تمام. اثناء ما هي بتستوي كده مع نفسها، هاجي نازله هنا بقى ايه على العدس سنه فلفل اسود، حاجات بسيطه. فلفل اسود انا بحب احط له فلفل اسود، مش عايز يحط ما يحطش. مش هكتر في الملح علشان خاطر انا حاطه مكعب مرق، لو لقيته محتاج ابقى ازود. الحاجه لما نعالجها احسن ما نعرفش نعالجها. واحط طبعا كمون، ده غني عن التعريف. واجيب المضرب علشان بس الكمون ده يفك معايا. تمام. واحط شويه بابريكا برضو. تمام. خلاص كده البصل عندي اهي تستوى، وريحتها بقى طالعه جميله. ادي بقى نازله زي رشه الملوخيه كده. ياخد غلوه مع البصله. تمام. خليه ياخد غلوه مع البصله. الله يرحمها واحده صاحبه ماما، والله هي اللي معلماني العدس ده عامله بالطريقه دي، وعايزه اقول لكم من بعديها ادمنته. انا اوريدي كنت بحب العدس طبيعي يعني، وانا كنت بحبه. تمام. بس لما دقته بالطريقه دي التقليه واللي انا بعمله، انت ممكن تحس ان هو غلبته كتير، لكن لا والله هو مش غلبته كتير. مجرد ما بتحطي الطماطم والكوسه والحاجه على بعضها الخضار وحطيتيه على العدس، خلاص ضربتيه في الخلاط او بلاند بلندر، هتعملوا البصلايه. في ناس بتعمله بتوم، انا ما بحبوش خالص بالثوم. بصوا ياخد غلوه كده عشان يشرب من البصله وياخد ويدي مع بعضه اهوت. بص التقل بتاعه، ولا حطيت له عدس ولا حطيت له لسان عصفور ولا حطيت له، في ناس بتحط تحمر شويه لسان عصفور وتطشها، ولا حطيت لسان عصفور ولا رز ولا شعريه ولا اي حاجه. الغموس هو الوحيد اللي بحط له كده شعريه او لسان عصفور او شويه رز. خلاص انا كده بقى هطفي عليه. خلاص خلصت الاكل معاكم، وغدا ان شاء الله هيفتح نفس كل اللي هياكل. خلصت الغدا. الشيء الاهم بتاع الغدا ايه؟ اعمل الاكل ده وربنا بيفتح النفس باكل روعه. بصوا الشتيطه، بنتي بتقولي تشبه لاكله فلسطينيه بيعملوها في فلسطين، الله اعلم، بس انا اللي اعرفه ان هو عليها شطيطه او شطه طماطم بشطه كده. وده البتنجان، جربوه بالطريقه دي والله البتنجان تحفه تحفه. بصوا مستوي ازاي، بصوا البتنجانيه، بصوا البتنجانيه، ولا زيت ولا تقلي في زيت ولا يحزنون ولا اي حاجه خالص، ولا تسلقي في ميه. ويقعد عندك 10 ايام في التلاجة، والله يقعد عندك طول ما هو محطوط في الميه زي ما عملته كده في حاجته، في تتبيلته، في حاجته، يقعد تطلعي منه تاكلي، ولو اتبقت منك حاجه ترجعها تاني. بس نصيحه، اعملي خدي على القد في قلب الطبق، تعوزي تطلعي تاني. حطيت جرجير، عملت العدس وامرت عيشه في الفرن. تمام. الاكل هيبقى باذن الرحمن. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انا بحبكم قوي وانتوا عارفين. ايمي بتحبكم قد ايه، واللي بيخش لي على اللايف مش عايزه اي حد يزعل مني. انا بحبكم كلكم، اعملوا لي قلوب كتير 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 عشان القناه بتاعتي تكبر بيكم وليكم. سبتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.